يوري تيليمانز الموهوب البلجيكي المطلوب رقم 1 بين كبار أوروبا، بعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاما في أوروبا على حساب عدد من النجوم الشباب، ومنهم موهبة ريال مدريد الحالية أوديغارد. باد النجم البلجيكي الشاب يوري تيليمانز المطلوب رقم 1 لأندية المقدمة في أوروبا منذ نهاية الموسم الماضي، والأخبار تتواتر عن اهتمام نادي الأرسنال الإنجليزي ثم تشيلسي اللندني، وبعده جاء الدور على برشلونة ليضعوا في حساباته لإيجاد حلول لشغول منطقة الوسط بعد رحيل تشافي وإصابة أنيستا. المفاجأة أن تيليمانز كان على رادار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني منذ عام 2011، لكن نادي أندرلخت الذي يلعب له الشاب الموهوب حاليا رفض عرضه لانتقاله. ولد يوري تيليمانز في 7 مايو آيار عام 1997، وهو حاليا أصغر لاعب بلجيكي يشارك في دوري أبطال أوروبا، وعمره لم يتجاوز 18. شارك مع أندرلخت في 51 مباراة الموسم الماضي، وسجل 8 أهداف وصنع 6 أخرى. لاعب مميز جدا في خط الوسط، يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء كلاعب وسط مدافع أو لاعب دائرة، وهو مميز في الاحتفاظ بالكرة والمراوغة، إلى جانب سرعة الانطلاق ودقة في تمرير الكرة بشكل متقن، وإضافة إلى قدرته على التسديد من خارج منطقة الجزاء. لعب تيليمانز مع منتخبات بلجيكا بدءا من تحت 15 عاما ووصولا إلى الفريق الأول، حيث استدعاه المدرب الحالي للمنتخب البلجيكي مارك فيلمونتس، لكنه لم يلعب مباراته الدولية الأولى بعد نظرا لوجود نجوم كبار في مركزه مثل ناينغولان وديمبلي وفيتسل. قيمته الحالية في سوق الانتقالات 12 مليون يورو، لكن مع مطالبة أكثر من نادي بالحصول على خدماته فقد ترتفع كثيرا، وقد تتجاوز 30 مليون يورو أو أكثر من ذلك.